الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. ان شاء الله النهارده معانا فيديو جديد من قناة شهد كيتشن. ان شاء الله النهارده مع بعض كده هنعمل اكلة حلوة. هنعمل مع بعض اللي هي المكرونة الكانتو اللي بالفراخ. طريقتها سهلة خالص ولذيذة جدا، كلنا بنعشقها، وولادنا طبعا بيحبوا جدا يجيبوها من بره، بس انا طبعا هعملها في البيت بطريقة حلوة وسهلة خالص، ان شاء الله تعجبكم. اول حاجة هنا معايا طبعا ده نص كيلو فراخ مقطعاه مكعبات زي ما احنا شايفين كده اهيت، وغسلاه كويس قوي ومصفياه. طبعا غسلاه بالملح وبالليمون، ونقعته يعني حوالي نص ساعه، وبعد كده شطفته ومصفياه زي ما احنا شايفين كده لغايه ما كل الزفره اللي فيه نزلت. ومعايا هنا نص كوبايه دقيق هبهرها، وهعمل عجينه سايله عشان احط فيها الفراخ. وطبعا معايا الخضار بتاعي ومعايا المكرونه ومعايا التوابل دي كلها دلوقتي هنعرفها. معايا هنا زي ما احنا قلنا كده نص كوبايه دقيق، هحط عليها معلقه كبيره من النشا اهو. معايا هنا بابريكا، معايا جنزبيل، فلفل اسود برضو معلقه كده، ونص معلقه صغيره من الكزبره، الكزبره الناشفه زي ما احنا شايفين كده. ومعايا توم بودره وبصل بودره، هو مكلكع بس دلوقتي يدوب مع الميه. ومعايا طبعا نص معلقه ملح، وبعد كده هنظبط الملح. معايا هنا هحط كده زي على طرف المعلقه اهو، اقل من نص المعلقه بيكنج باودر عشان بس في دقيق. هعملها بقى هي دي عجينه سايله. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان احط فيها الفراخ زي عجينه الكيكه كده او الكب. زي ما احنا شايفين كده قوام العجينه اهوت، بتبقى سايله يعني شويه، اخف من الكيكه يعني حبه اهي. بعد كده الفراخ بتاعتي بقى هنزلها كده اهيت. هسيبها بقى تشرب من التتبيله دي كده، يعني مثلا لو مستعجله كفايه نص ساعه. لو حبيت يعني تسيبيها من اول النهار ساعتين 3 مفيش مشكله. اغطيها واحطها في التلاجة، وبعد كده بقى هقطع الخضار بتاعي ده. طبعا انا معايا فلفل الوان ومعايا جزر، وطبعا هضيف لهم البصل، هقطعهم وارجع لكم. لو عندك عيش بقى زي ما انا عملت كده، عيش بلدي مثلا يكون خلاص نشف والعيال مش عايزه تاكله يعني وكده، ممكن تقطعيه وتحطيه في الفرن. انا كده كده هولع الفرن يعني اعمل حاجات فيه، فلقيت عندي كيسه زي دي كده وحرام ما تترمى. طبعا في الايام اللي احنا فيها دي حاولي ما ترميش اي حاجه عشان حرام. طبعا حطيت قطعته زي ما انت شفتي كده بايديا كده، يعني عشوائي كده بايديا اهو، مش بمقص ولا حاجه. وهدخله الفرن، كل شويه هقلبه هينشف معايا. هضربه في المطحنه عادي خالص، واعمله احلى بقسماط للبانيه. وتتبليه طبعا تبهري بقى بالثوم البودره والبابريكا والملح والفلفل والحاجات دي، هيبقى جميل قوي معاكي. انا هدخله دلوقتي الفرن، وبعد كده هنرجع لوصفتنا تاني. ومعايا هنا الدقيق بهرته بنفس التوابل اللي احنا بهرنا بيها البانيه، الخلطه ديت. بعد كده هقلبه كده برده معلقه النشا وكل التوابل اللي احنا بهرنا بيها هي كده. هطلع بقى من هنا اهو كده، هعفرها بالدقيق. بعد كده ايه اشيلها.
زي ما احنا شايفين كده. اعفرها بالدقيق، نفضها كده هخلص بقى كل الكمية دي كده، وبعد كده نحضر زيت عشان نقليها. ده قطعت كل الخضار اللي انا هستعمله يعني، فاضل بس احط ميه على النار واسلق المكرونه. جبت هنا حله فيها زيت زي ما احنا شايفين كده، هبتدي بقى اقلي. بسم الله الرحمن الرحيم. زيت سخن كده وهننزل بيه واحده واحده. وهنا الميه هنا على العين التانية بتغلي، حطيت معلقه ملح وهسلق المكرونه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. مننساش طبعا واحنا واقفين في المطبخ الصلاة على حضرة النبي طبعا، ونستغفر كتير كتير، الاستغفار طبعا، وبعد كده نصلي على حضرة النبي طبعا اهم حاجة. تفكير نفسي. زي ما احنا شايفين اهي استوت، هطلعها. حطها على مصفى عشان تنزل فيها تنزل كل الزيت. لما احطها على مناديل حطيتها على المصفى دي احسن عشان تنزل الزيت. قلينا الفراخ، هنبتدي بقى نعمل الصوص بتاعنا. معايا هنا معلقه توم، هاخد تشويحه بسيطه خالص. اول ما ريحتها تطلع هنحط على مضرب البصل، بس لا تتلسع، مضرب البصل. مش حاطه بصل كتير عشان ولادي مش بيحبوه قوي. هنزل بقى بالخضار بتاعي زي ما احنا شايفين كده، الفلفل والجزر والفلفل الالوان. هنزل بالخضار بتاعي كده برضه اديله تشويحه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احلى حاجه فيها وجبه المكرونه دي اللي هي الستيلي دي، احلى حاجه فيها الخضار كتير. تقدري بقى تحطي لاولادك كل الخضار اللي هما مش بياكلوه في العيد. انا هنا مزوده كميه الخضار بصراحه، ان انا بحب قوي مع الصوص انا والولاد الخضار بيبقى جميل قوي. طبعا كل الحاجات دي مفيده ومغذيه. نبتدي بس رشه فلفل اسود. عندي رشه صغيره كده من الفلفل الاسود، وعندي هنا برضه نص معلقه من الملح المبهر مع عاملاه في البيت. ده جميل برضه قوي على فيه توابل كتير. هنزل بمعلقتين كاتشب، قصدي صلصه، لسه بقى صلصه. ده برضه تقليبه كده. بعد كده هنزل بالكاتشب، معايا كوبايه كاتشب اهي. هسيبيها، هحط بس شويه ميه صغيرين، حطيت ميه صغيرين خالص اهي. بعد كده هنزل بالصويا صوص معلقه كبيره، بس انا مزوده عليها معلقتين ميه اهو زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده بقى هنزل بقطع الفراخ بتاعتي اهي اللي انا قليتها. هاخد بس يعني
تقليبه كده، تقليبتين مع بعض كده مع الخضار ده كله. على فكره يعني انا مكبره قطعه الفراخ زي ما احنا شايفين كده، هي لما بتبقى صغيره بتبقى احسن، بس هي يعني قطعت معايا كده كبيره. كل ما تبقى صغيره بتبقى احسن بصراحه. بس المنظر جميل ازاي، شكل المكرونه، شكل الخضار حلو قوي تحفه، وريحته كمان جميله قوي. هاخد تقليبتين كده معاها، وبعد كده هنزل اخر حاجه بالنشا ومعلقه الخل. هو الخضار مش بيستوي، يعني الخضار بيبقى فيه الجرشه دي بتبقى طبعا احلى، ما بيستواش ومش عايزاه كمان يعني يستوي قوي، هو حلو قوي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا هنا معلقتين كبار من النشا وذوبتهم، اضيف لهم هنا معلقه خل هي صغيره خالص بس كده. النشا بقى هيربط لي كل الكلام ده كله مع بعضه. دي بتاعت كارفور اهيت ولا لا؟ شايفين الجمال؟ والله الطبق ده بنجيبوه غالي جدا في كارفور، وبيبقى حاجات بسيطه قوي، يعني اقول ايه، بس حته فراخ صغننه جدا. اخر حاجه بقى بضيف المكرونه اهي، وزي ما احنا شايفين كده خلاص خلصنا الطبق بتاعنا. بص شكله وجماله، وما خدش حاجه خالص معانا. طبعا الطبق ده بيتباع بره غالي جدا، والولاد بتعشق الاكل الصيني وبتعشق الاكل عامه بتاع بره. فخلاص كده خلصناه زي ما احنا شايفين. ريحته جميله جدا وطعمه كمان حلو قوي. يا رب اتمنى تكون الوصفه تعجبكم. وكمان عملت كمان العيش اهوت زي ما احنا شايفين، زي ما قلت لكم حمصته اهوت. هضربه في الكبه العاديه زي ما احنا شايفين كده، هضربه في الكبه بتاعت المطحنه العاديه، وهتبله اهي الكميه كلها معايا اهي، لسه مطلعاه بس من الفرن. وطبعا هتبله للبانيه بيبقى حلو قوي. بس كده خلاص خلصنا الفيديو بتاعنا. اتمنى يعجبكم، واتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم باذن الله وتجربوه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.